مدينة الرياض. سمو الأمير، أنتم لما أعلنتوا في حديثكم أنه ستضاعفون عدد سكان مدينة الرياض إلى من 15 إلى 20 مليون، الناس مباشرة تحدثت عن الرياض مدينة مزدحمة، كيف سوف يعني نضاعف سكانها بهذه الطريقة؟ وأيضا لماذا أصلا نضطر إلى مضاعفة الرياض إلى هذا العدد؟ اليوم 80% من اقتصاديات العالم قائمة على المدن، وفي العشر 20 سنة القادمة سوف يكون 90% من اقتصاديات العالم قائمة على المدن. فإذا أردت أن تخلق تنمية، أخلق التنمية في المدينة، لأن هي أكبر أداة لك لخلق نمو وخلق وظائف. مدينة الرياض خططت بشكل جيد من قبل الملك سلمان، وهي أفضل مدينة ببنية تحتية في المملكة العربية السعودية، ومن أفضل المدن في الشرق الأوسط. يكاد لا يكون إلا مدينتين أو ثلاثة اللي بنفس مستواها في الشرق الأوسط، مما تتيح فرصة إلى خلق مشاريع كثيرة تخدم المملكة العربية السعودية، سواء من التوظيف أو نمو الاقتصاد أو إلى آخره. تقدر اليوم تشوف عدد الوظائف في مدينة الرياض تقريبا 3 مليون وظيفة. إذا بنوصل 20 مليون نسمة نحتاج نخلق تقريبا 6 مليون وظيفة إضافية في مدينة الرياض. اليوم مدينة الرياض تشكل تقريبا نصف الاقتصاد الغير نفطي للمملكة العربية السعودية، مما يعني إذا أردت أن تخلق وظائف ونمو ركز في مدينة الرياض بشكل كبير جدا، لأن هي أكبر محفز لخلق هذا النمو الضخم جدا. عودة لسؤالك أن الرياض مزدحمة، قارن الرياض بالمدن المليونية، المدن اللي يتجاوز عدد سكانها 5 مليون نسمة. في المؤشرات تتكلم عن هذا الشيء. مدينة وبرضو من يعني نخلي الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن عن هذه المؤشرات. الرياض هي رقم 1 في العالم في الترافيك لما تقارنها بلوس أنجلوس أو نيويورك أو طوكيو أو لندن. المشوار اللي تقطعه في الرياض في مثلا خلينا نقول ساعة، في لوس أنجلوس تحتاج 5 ساعات عشان تقطع هذا المشوار. في نيويورك تحتاج إلى 3-4 ساعات عشان تقطع هذا المشوار. في طوكيو ممكن تحتاج إلى 10 ساعات عشان تقطع هذا المشوار. فلا تقارن الرياض بمدينة فيها 3 مليون نسمة وفيها مليون نسمة، قارن الرياض بالمدن اللي فيها فوق 5 مليون نسمة. احنا الأول. صحيح إذا نما سكان مدينة الرياض إلى 15-20 مليون بيكون في تحدي، لكن جزء من استراتيجية الرياض بتنمي المواصلات من خلال خطوط سريعة جديدة، من خلال المترو ومن خلال النقل الجماعي وغيرها من الخدمات اللي سوف يعلن عنها في استراتيجية الرياض، مما سوف تجعلنا نحافظ على أفضل 10 مدن مليونية في سهولة التنقل. هل هذا يعني أنه الاهتمام بالرياض سيكون على حساب المدن الأخرى؟ لا طويل العمر. أول شيء المملكة السعودية هي وطن واحد، أنا بالرياض وأنا من جدة وأنا من تبوك وأنا من عسير وأنا من جيزان وأنا من الشرقية، وطننا هذا كله وطننا. اليوم اللي نبحث عنه عندنا قدرة مالية للإنفاق وعندنا قدرة استثمارية نوجهها في الأماكن اللي تخلق لنا